رسميا نادي الزمالك بيشارك في الدوري الافريقي في نسخته الثانيه على التوالي. طبعا كلنا عارفين الدوري الافريقي ده اللي الاهلي كان بيلعب فيه الموسم اللي فات وطلع على ايد صن داونز، وصن داونز خد البطوله. بس الخبر اللي انا قلته في الاول ده هبد، لان مفيش اي خطاب رسمي جه من الاتحاد الافريقي ان الزمالك هيشارك في الدوري الافريقي. بس المشكله في نادي الزمالك نفسه وفي مجلس ادارته اللي بعد ما خد الكونفدراليه فكر نفسه اللي هو قفل اللعبه وعايز يتساوى مع الاهلي في كل حاجه. اول ما خد الكونفدراليه عمل راسه براس الاهلي وبعت خطاب للفيفا علشان يشارك في كاس العالم للانديه 2025، مع انه عارف ان هو مش هيشارك، بس قال ما ابعت الخطاب عشان اضحك على الجماهير بتاعتي واسوقها وعشم. بعد ما عشمها اسوقها والجمها عادي خالص مفيش اي مشكله. عارف ان الاهلي هيشارك في الدوري الافريقي، قال لك لا هبعت خطاب برضه عشان اشوف اذا كنت هشارك في الدوري الافريقي ولا لا، ما انا التصنيف خامس، لان الزمالك تصنيف خامس بعد الاهلي والوداد والترجي وصن داونز يجي في المرتبه الخامسه. المشكله ان انت اتعاملت مع الكونفدراليه على انها بطوله جامده ومصدق نفسك، دي بطوله صف تاني كنت بتلعب فيها البط الكيني والوز الغالي. فرق بيننا وبين الزمالك ان احنا الفيفا والاتحاد الافريقي بيتحايل علينا علشان نشارك في البطولات. الزمالك